بعثة المنتخب المصري سافرت النهاردة إلى المغرب الشقيقة للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية. وطبعا حدث ولا حرج، مش عايز أقول لكم إن منتخب مصر أي بطولة بيخشها بيبقى المرشح رقم واحد. ليه؟ مش من فراغ. منتخب مصر للعلم، للي ما يعرفش، للناس اللي لسه داخلة بتتابع كورة حديثا، منتخب مصر المنتخب الأول وأكبر منتخب في إفريقيا، حاصل على 6 بطولات إفريقية للمنتخبات. طبعا محمد صلاح داخل بشغف، عنده طموح، عنده ايجابيات، عنده حاجات كتير هيقدمها. وشفنا دوت في الاعلان بتاع بيبسي لما بنته بتساله انت مش خدت كل حاجه، قال لها لا لسه مصر. طبعا عندنا عمر مرموش، محمد صلاح ليفربول، عمر مرموش مانشستر سيتي، يعني ناديين كبار جدا في انجلترا. عمر مرموش بالتصريح الكبير اللي قال لك احنا عندنا حظوظ عاليه جدا ان احنا هنفوز بالبطوله، وهنروح كمان هنصعد من البطوله، وهنفوز افريقيا، وهنصعد لكاس العالم هنشارك فيه. طبعا احنا مشاركين رسميا، قال لك وهنروح في ادوار بعيده في كاس العالم. طبعا بقى عندك حدث ولا حرج، عندك زيزو، عندك امام عاشور، وعندك لعيبه كتير قوي مش عاوزين ننسى حد. عندك في حراسه المرمى الشناوي، وعندك شوبير، وعندك احمد الشناوي، وعندك محمد صبحي، عندك لعيبه كتير قوي حلوين. وعندك الدفاع، عندك محمد هاني، محمد حمدي، احمد فتوح، عندك ياسر ابراهيم، عندك لعيبه كتير قوي مش عايزين نستثني حد. وعندك في نص الملعب لعيبه تقال، عندك احسن لعيبه في مصر من بيراميدز والزمالك والاهلي، وعندك من برضو من فرق تانية كده في نص الجدول وفي اول الجدول مع الاهلي والزمالك ومع المصري، وعندك لعيبه من المصري طبعا صلاح محسن. مش عاوزين ننسى حد. ان شاء الله المنتخب مسافر ويرجع لنا من المغرب بالبطوله. هي صعبه ولكن مش مستحيله. منتخب مصر تقيل، واي منتخب تاني هيعمل لمنتخب مصر 1000 حساب. طبعا البروفا اللي لسه حاصله امبارح منتخب مصر قدام نيجيريا مطمنه الى حد ما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.